ايه العوامل اللي بتزود حدوث خشونة الرقبة؟ ايه الأعراض اللي بيجي يشتكي منها المريض؟ بندخل المريض في برنامج تأهيل كامل. يسعدني أكون معاكم دكتورة دعاء صلاح عطا، أستاذ واستشاري أول الروماتيزم والمفاصل والمناعة. هنتكلم النهاردة عن مرض خشونة الرقبة. بالنسبة للرقبة هي بتتكون من 7 فقرات، بينهم أقراص غضروفية بتسمح بالحركة وانسيابيتها. اللي بيحصل في الخشونة إن الأقراص دي بيحصل لها تآكل في الغضاريف، وبتبدأ يبقى فيه صعوبة في الحركة وألم. إيه العوامل اللي بتزود حدوث خشونة الرقبة؟ عندنا تقدم السن وأمراض الشيخوخة وترسب الأملاح الزائدة وبعض الوظائف اللي فيها تحريك للرقبة كتير أو بصورة خاطئة، وكمان إن ضعف عضلات الرقبة. ايه الاعراض اللي بيجي يشتكي منها المريض؟ في عندنا الصداع المزمن، وممكن يبقى فيه دوخة او زغللة، في الم وعدم قدرة على تحريك الرقبة بصورة طبيعية، وممكن يبقى فيه كمان الم وخدل وتنميل في الذراعين، وبعض المراحل الخطيرة بيبقى فيها ضعف في العضلات. التشخيص بيعتمد على الأشعة التشخيصية بأنواعها. وبالنسبة للعلاج بندخل المريض في برنامج تأهيل كامل بيتضمن العلاج الدوائي. في عندنا العلاج بالأجهزة التعويضية زي يلبس المريض رقبة، وفي عندنا العلاج بالتمارين العلاجية اللي هي بتقوي عضلات الرقبة، وبرنامج تأهيل في المنزل زي تغيير وسادات النوم، وبرنامج تأهيل في العمل زي تغيير وضعية الجلوس أو سلوكه أثناء العمل. وطبعا بيسعدنا خدمتكم في عيادات الدكتورة دعاء صلاح عطا للروماتيزم وأمراض المفاصل والمناعة.